التحكيم كان سيء وكان منحاز لمنتخب جزر القمر، لانه كاين واحد القاعده في كره القدم، كل قرار 50-50 كيحتسبوا في هذه المباراه ديالنا لمنتخب جزر القمر. يعني اي قرار ممكن يحتسبوا لنا او لجزر القمر كيحتسبوا بنسبه 100% لجزر القمر، من ضربات الجزاء من الاخطاء كذلك. فكان تحكيم ظالم صراحة للمنتخب المغربي، ومع ذلك المنتخب الوطني بأقل مجهود أو ربما ممكن نقولوا بتشكيلة أغلبها احتياطي حقق الفوز على منتخب جزر القمر المتواضع، واللي كان شجاع جدا اليوم ضد كتيبة طارق سكيتيوي. فنتمنى في المباراة الثانية نشوفوا اللاعبين الأساسيين كيدخلوا، من بينهم أو أبرزهم وليد الكارتي، كذلك عبد الرزاق حمد الله يدخل أساسي من أول دقيقة، ونشوفوا تفعيل جيد للأجنحة ديالنا، لأنه اليوم كان المنتخب لاعب بدون اجنحه. واللي شفنا الى جيتو تشوفوا التشكيله اللي عيط لها اصلا سكسيوي باش يشارك في كاس العرب اغلبها ماشي لاعبين اجنحه 100%، ولكن ممكن يلعبوا كقلب هجوم وكجناح. علما ان طارق سكيتيوي في الندوه الصحفيه يوم امس اللي كتخص المباراه انتقد الاستعدادات ديال المنتخب الوطني لكاس العرب، لانه قال لك احنا اخر منتخب التحقنا وصلنا لقطر، وقال كذلك ان معظم اللاعبين وصلوا متاخرين. وهذه ماشي تبريرات خاويه من طارق سكيتيو، ولكن هذا امر واقع، لانه منتخب جزر القمر ملي لعب التصفيات اللي اهلته اصلا لكاس العرب هو في قطر كيستعد لكاس العرب. ولكن عموما الاهم تحقق في هذه المباراه الاولى اللي كانت مليئه بالفخاخ، وهو يعني الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وكذلك فارق هدف ممتاز، 3 أهداف لهدف، فارق هدفين. ممكن تعاوننا ان شاء الله باش ناخذوا الصداره ديال هذه المجموعه هذه